ازاي تجيب الاي دي بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعك اللي هو دوت، هو ده الاي دي بتاعي بتاع النت بتاعي عشان مثلا اعمل شير للشبكه، هو ده الاي دي بتاع الجهاز. ازاي توصل للصفحه دي عشان تجيب الاي دي بتاعك؟ تعالوا نبدا من الاول. اول حاجه هنحط الماوس على علامه النت ديت، هتكليك يمين عليها، تك على اخر واحده اوبن نتورك، وهيفتح معانا الصفحه الصغننه ديت. هتك على بروبرتيز اهيت، هيفتح معانا صفحه كده. جبت اي دي النت. ايه فايده الاي دي دوت؟ فايته لما تيجي تعمل شير للجهاز، لشير باي بارتيشن، عشان توصل لنفس البارتيشن ده على جهاز تاني لازم تكون جايب الرقم دوت. استعمل الرقم ده ازاي؟ اقول لكم ازاي. شايفين الرقم ده 192.168.1.1.3. نستعمله ازاي؟ نكتب هنا، نضغط على الكيبورد هنا ويندوز ار. شايفين ازاي؟ ويندوز ار. نقفل بس كده ويندوز ار ويندوز ار. فتح لها الصفحه دي. نستعملها ازاي؟ بنكتب علامه سلاش اهي، سلاش ديت، نضغط عليها كده. شايفين على الجهاز سلاش مرتين. نكتب بقى البتاع اللي احنا جايبينه عشان الاي دي بتاع الجهاز بتاعنا 192.168.1.3. ندخل عليه اهو، داخل على الجهاز بتاعنا اللي كل البارتيشنات اللي موجوده عندي على الجهاز اللي متشيره، هو دي كل البارتيشنات اللي متشيره عندي على الجهاز. اي حاجه ادخل عليها هو ده الجهاز بتاعي. البارتيشنات متشيره ده الاي دي اللي ممكن توصل من خلاله اي جهاز كمبيوتر. لما طول ما انت عارف الاي دي وواصل نفس الشبكه وبارتيشن متشير معاك بس الكود دوت واحد دوت كام تعرف توصل الجهاز بالظبط. واللي محتاج اي معلومه في الكمبيوتر اكتب لي في الكومنتات، هبعت لي على الخاص، وتحت امركم في اي وقت. السلام عليكم.